السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نظام جديد جدا، هنتكلم عن المعلومات على السريع بتاعة قناة التليجرام اللي احنا نزلنا عنها استفتاء، والناس كلها قالت يا ريت تعمل وتجمع كل المعلومات اللي احنا قلناها على قناة التليجرام اللي الناس ما اشتركتش لسه عليها، نعملها في فيديو وننزلها على اليوتيوب. فأنا النهاردة جهزت الفيديو ويلا بينا نبدأ. على فكرة المعلومات بتاعة التليجرام دي هتبقى مختلفة، يعني من كل حاجة هتلاقي شكل ولون. يعني مرة هتكلم في الملاحة، في فن بحر، في قانون منع التصادم، في السيمانشيب، في اي حاجه هنتكلم فيها وهنقول فيها المعلومات السريعه اللي احنا كلها قلناها على قناه التليجرام. فتابعني النهارده. اهلا بيك في المقدمه الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نورتوني. يا ريت تعملوا سبسكرايب، ويا ريت بقى النهارده بالاخص تروح تشترك في قناه التليجرام، عشان احنا اساسا مجمعين المعلومات دي من قناه التليجرام عشان الناس يبقى عندها مرجع وريفرنس ترجع له، الا وهو اليوتيوب فيديوز. تمام؟ عملت سبسكرايب، اشتركت في قناه التليجرام. لو مش هتعمل الحكايه دي يبقى الفيديو ده مش هيبقى مفيد ليك. ليه؟ لان انا كل فتره هجمع فيديوهات من على التليجرام اللي هي معلومات على السريع وانزلها على اليوتيوب، بس بعد ما اكون نزلتها هناك مثلا ممكن شهر وبعدين نجمعها تاني. يلا بينا نبدا. اول معلومه معانا النهارده عن الاي ام او. تاني نزلنا سؤال كذا مره على قناه التليجرام وقلنا يا جماعه الاي ام او تبع ايه؟ الناس كلها قالت تبع الامم المتحده. غلط. احنا قلنا انها مش تبع الامم المتحده دايركت. هي تبع مين؟ طيب تبع حاجه اسمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي. خصوصا الطلبه الجداد والظباط الجداد لازم تبقى عارفه الموضوع ده، عشان في اباطين اجانب بيسالوا كتير في الحب. ايه هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي باختصار؟ ده جواه وكالات متخصصه من ضمنها الاي ام او، زي الاي اتش او. دول ليه اسمهم وكالات متخصصه؟ عشان هم متخصصين في مجال معين بيسنوا قوانين تبع الاعضاء المشتركه فيهم. اتش او مثلا فيها كام عضو، الاي ام او فيها كام عضو، بيسنوا القوانين والمعايير الخاصه بالمجال ده اللي هو تبع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، اللي هو بيسن القوانين بتاعه الوكالات المتخصصه. دي اول معلومه اتكلمنا فيها النهارده، الا وهي اول ما تطلع البحر مفيش حاجه اسمها اهم شيء تشوف الهاند اوفر. لا. طب الهاند اوفر مش مهمه، بس الهاند اوفر دي صنع بشري. انت اهم حاجه عندك الجوب ديسكريبشن بتاعتك. الف ب بحر، تشوف انت ايه المطلوب منك كبحري، كطباخ، كظابط، كقبطان. لازم تشوف الجوب ديسكريبشن اللي الشركه عايزه منك، الديوتس بتاعتك ايه هي. ليه؟ ممكن تفرق الديوتس هنا عن هنا. ممكن يكون ظابط تالت زي ما قلنا في كذا فيديو يكون هو الملاح بتاع الشركه. طب الهاند اوفر ممكن الثيرد اوفيسر او السكند اوفيسر او البحري اللي قبليك مثلا. طبعا في البحري ما بيعملوش هاند اوفر يعني، او بيعمل لك هاند اوفر كده يعني كتابه. ممكن ما يكونش يقول لك معلومات كتيره الشركه عايزاك تعملها. تمام؟ بصينا على الحته دي. اول برضو ما تطلع المركب لازم تبص على الديوتيز بتاعت الماستر ليست. ليه؟ لان دي اول سؤال هتاخده من المفتشين لو طلع لك تاني يوم. لو المفتش طلع لك تاني يوم على المركب هيجي جايبك كده وسالك انت الديوتيز بتاعتك ايه؟ طب انت بتعمل ايه في الفاير دريل؟ انت بتعمل ايه في الاباندنت شيب؟ لان دول من الحاجات المهمه جدا لازم تبص عليهم. ليه؟ هندخل لحته ال 25%، لان ممكن يكون الطقم اللي طالع معاك اصلا عدى نسبه ال 25%، فلازم تعرف الديوتيز بتاعتك عشان هيتعمل لك تمرين تاني يوم الصبح على طول، ما يعديش 24 ساعه ونكون عاملين زي ما احنا عارفين. نضيف بقى معلومه جديده واحنا قررناها كتير في جروب التليجرام وبرده بتحصل عليها اجابات غلط. لازم برده ما يعديش اسبوع، ودي خاصه بالشيف اوفيسر بالاخص، لازم ننبه الناس عليها. ما يعديش اسبوع وتكون عامل سكيورتي دريل. احنا عارفين السكيورتي دريل بيتعمل كل 3 شهور، ولكن لو عدت النسبه 25% لازم تعمل سكيورتي دريل. وتعالوا بقى نضيف معلومه جديده برضو. احنا عندنا حاجتين في اللي هم حالات الطوارئ. عندنا الماستر ليست والامرجنسي ليست. اغلب التدريبات اللي انت بتشوفها زي الانكلوز سبيس والاويل سبيل وكل الحاجات دي اسمهم امرجنسي ليست. اما الماستر ليست اللي بتتجمع فيهم ولازم تشوف ايه الدنيا وتعمل، كلهم بتتجمع فيهم، بس في ممكن تدريبات ما نتجمعش فيها. ليه؟ لان لازم نبقى عارف الديوتيز بتاعتي واروح اعملها على طول. تمام؟ وممكن ديوتيز مثلا ما تكون متخصصه بقسم معين، السبورت تيم او الديفنس تيم، مش كل الناس هتشارك. احنا عندنا الماستر ليست اللي هو الاباندن والفاير. ندخل على معلومه جديده ولسه احنا مكملين برضو في حته السيفتي. البنتر لاين، واحنا قلنا كل الكلام ده في قناه التليجرام. البنتر لاين يا اباطين
في الريسكيو بوت هو واحد زي ما انت شايف في الصوره، 1 بنتر لاين. الناس اللي بتعمل التو بنتر لاين لو في مفتش طالع محنك هيقول لك انت ازاي حاطط البنتر لاين في الخلف والمكنه بتاعه الريسكيو بوت شغاله. ما ينفعش تحط بنتر لاين في الخلف، هو بنتر لاين فورورد وبيبقى معاه ريليز، والريليز ما ينفعش يا جماعه يبقى مصدي بالطريقه اللي احنا بنشوفها من المفتشين في تقريرات المفتشين، ان هو بيبقى مصدي من المجرى بتاعته او السن ما بيقفلش قوي، لازم يكون بيقفل باحكام. تعالوا ندخل على معلومه ثانيه في البايلوت لادر، قلناها برضو على قناه التليجرام. من الحاجات الغلط اللي بتحصل كتير جدا من كبير الضباط، طبعا مع احترامي الكامل ليهم، حته الارقام بتاعه البايلوت لادر. لازم عند كل متر معين، يعني بمعنى نوضحها اكتر، البايلوت لادر عارفين ان هو 9 متر، ال9 متر دول لازم يكونوا مترقمين في جانب زي ما انت شايف في الصوره كده، في جانب البايلوت لادر. هنا 6 متر، هنا 5 متر، هنا 4 متر، هنا 3 متر. حلو. ندخل على معلومه برضو قلناها على قناه التليجرام. شوف كل شويه بكرر لك قناه التليجرام عشان تروح تشترك هناك. كنا قلنا ايه بقى؟ كنا قلنا في حته سولاس باك ايه وسولاس باك بي. السؤال ده متكرر من الكادتس كتير ليا يعني في الماسنجر، جاوبت عليه في التليجرام وبرضه حصل فيه لخبطه في الاجابات. الباك ايه بتاع الانترناشونال ووتر، والباك بي بتاع الكوستال ووتر باختصار. وهتلاقي عندك في المعلومات اهي وبنكررها تاني، وهنزلها برضو فيديو مخصوص عن لايف رافت هيوضح لك الموضوع كله، بس حبيت اقولها لك هنا عشان احنا قلناها هناك. ندخل على المعلومه اللي جايه دي وعايزك تركز فيها شويه، حسب الامرجنسي لايت. نوضح بس المعلومه. الامرجنسي لايت اللي بيبقى في المركب لازم كل اي تعليمات، بوسترز، انستراكشنز، حاجه كتابيه لازم يكون مغطيها. بمعنى مش لازم يكون تحته بالظبط، بس يكون الامرجنسي لايت الدايره بتاعته او الاضاءه بتاعته مغطيه المكان. بمعنى مش ممكن يعني تحط بوستر مهم زي بتاع اللايف رافت حطه بعيد جدا، لو جينا شغلنا الامرجنسي لايت ما نلاقيش البوستر ده التعليمات باينه فيه، فاضطر انا اروح اجيب كشاف يعني ولا ايه؟ المفروض ده معمول عشان في حاله الباك اب او مثلا في حاله طارئه الامرجنسي لايت يغطي الانستراكشنز ديت عشان انا اعرف التعليمات اللي مكتوبه، تعليمات بتاع السكيورتي، تعليمات اي حاجه، لازم الامرجنسي لايت يكون مغطيها. الاسئله بقى المتكرره من المفتشين للضباط، وده ممكن المعلومه اللي قبل الاخيره، الماربل هم كام انكس؟ هم 6. تمام. لازم كل الضباط تبقى عارفه ال6 ايه، ومن اشهر الانكس فيهم اللي هو انكس 5 بتاع الجاربج. طيب في واحد مثلا هيقول لي انا ما بحفظهمش وبنساهم. انت مش مهم تحفظهم، بس انت المهم انك تبقى عارف ايه هم. للناس اللي بتعمل لانشنج لللايف بوت او الريسكيو بوت، لو جيت حتى عملت محاكي، بس هو لازم يتعمل كل 3 شهور او كل 6 شهور حسب سولس ما بتقول. ايه مش فكرتنا. الفكره في ايه بقى؟ انت جيت تعمله لازم يكون الجو كالم، فانت تظبط الحته دي في اللوج بوك بتاعك، عشان اغلب البلاكسي بيطلع الموضوع ده عند كل الظباط وبيكتبها ان هو عمل سيميليشنز مثلا لللايف بوت لانشنج الدريل اللي انت بتعمله، وجيت كتبت ان انت عملته كل حاجه، بنبص نلاقي الناس كلها غلطانه في حته الوزر، كاتب ان الويند 4 و5، وكاتب ان السويل مش عارف كان قد ايه، وكاتب ارقام ما ينفعش ينزل فيها اساسا اللايف بوت ولا ينزل فيها الريسكيو بوت ولا تنفع تعمل فيها دريل. لاحظ الحته دي لازم يكون كالم. المعلومه اللي جايه دي بيحصل فيها لخبطه شويه، الهيدروستاتيك ريليس بتاع الاي بيرب وبتاع اللايف رافت، انه يكون موجود الانستراكشن بتاعته على اللايف رافت. يعني امتى هنا؟ واللي هي بتاعت 1 2 3 زي ما انت شايف في الصوره كده، لازم يكون موجود البوستر ده على اللايف رافت. ماشي. نيجي بقى للهيدروستاتيك ريليس بقى بتاع اللايف رافت وبتاع الاي بيرب. انا عايز اعرف الدبس بتاعته اللي هو عندها هيفك، هتلاقيه مكتوبه عندك زي ما انت شايف في الصوره كده من 2 ل 4. ده بيحصل عندها ان الهيدروستاتيك ريليس بيحصل ريليز للاي بيرب او بيحصل لللايف رافت، فانت لازم تطلع تبص على المكان ده. من الحاجه اللي هنضيفها كمان في السولس تريننج مانوال، طبعا احنا قايلين لازم يكون اب تو ديت لكل الانواع اللي عندنا. غيرنا اميرشن سوت مثلا بمصنع جديد لازم نغيره هنا، تمام، بس الا لو حاجه مكتوبه في شهاده الكارجو سيفتي اكيوبمنت فورم اي او الكارجو سيفتي فورم ار، لو مكتوب الاسم بتاع المصنع موجود في الشهاده، خلي بالك لما تيجي تغير حاجه لازم تقول للقبطان احنا غيرنا خالص، بلغ الشركه ان الشهاده دي اصلا الشركه مش هتسمح لك ان انت تغير غير بنفس المصنع. والافضل حتى لو في مفتشين ناس والحته دي انت تفكرهم، دي هتبقى بوينت حلو جدا ان انت تروح مثلا تقول لهم الستارت اللي انا عايز اغيره مثلا حصل دامج او حصل ايا كان،
ده مثلا تبع الشركه الفلانيه، فانا عايزه يفضل زي ما هو عشان انا عندي الشهاده بكده. طيب في ناس مثلا ممكن تجيب سارت جديد مثلا تطلبه، او ريكويرمنتس او اي بيرب او ايا كان الجهاز اللي انت مكتوب في شهاده الفورم ار ومكتوب فورم اي، واحنا نبهنا عنها حكايه كتير جدا الفورم ار والفورم اي، وقلنا ايه هم بتوع ايه وكل الكلام ده، لازم يكونوا متواجدين زي ما هم. طيب نرجع لموضوعنا في السولار تريننج مانوال. الهيدروستاتيك ريليز ايه الجديد اللي جه مع الانوال انسبكشن؟ لو اتغير او انت غيرته لازم يكون الاب تو ديت بتاعه موجود هو كمان، مش تروح تبص تلاقي ان هو موجود هيدروستاتيك ريليز المانوال بتاعه. على فكره اي مفتش هيجي فاتح كده ده القديم، طب هيعرفها منين؟ من السيريال نمبر اللي موجود على الهيدروستاتيك ريليز اللي عندك، اللي انت جايبه جديد للاي بيرب او اللي جايبه جديد. احنا طبعا عارفين ان هو ليه تاريخ انتهاء، او اللي جايبه جديد لللايف رافت. لازم تاخد بالك من الحته دي جدا وتروح تعمل له ابديت بالجديد. المانوال بتاع الهيدروستاتيك ريليز وترميه، لا غلط، تروح تاخده ومع السولار تريننج مانوال الابديت الجديد بتاعه. حلو، وصلنا لنهايه الفيديو. انا مش عايز اطول كتير، دي شويه معلومات، هننزل معلومات تانية كتيره جدا لو انتوا حبيتوا الموضوع. يعني لو حبيتوا الموضوع يا ريت تقولوا لي في كومنتات، او يعني ابعتوا لي على الماسنجر او قناه التليجرام. بشدد جدا على انك تدخل على قناه التليجرام، وان شاء الله تعجبك. الفيديو كان سريع اهوت عشان الناس ما تزهقش، حبينا نجمع المعلومات اللي قلناها كلها هناك عشان تبقى معاك هنا. ده بس كده فيديو ايه في نص الاسبوع يعني. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.